السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام. صدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي الأقجع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وحسب معلومات حصرية تفيد بنجاح جامعة الكرة في إقناع حارس نيم من اللعب للمنتخب المغربي، ويتعلق الأمر بأمجد نزيه صاحب 20 عام ربيعا، والذي يعد من بين أفضل حراس مرمى الفئة السنية لفرنسا. ونجحت وساطة مغربية في إقناع حارس نيم باللعب للمغرب، بل إن والدته الجزائرية هي من ساهمت في تأهيل اللاعب إداريا لتمثيل المغرب. وتشير مصادر أن مغربيا نجح في إقناع والدة نزيه بفكرة المشروع المغربي، بل حتى الحارس وافق دون تردد. وأمر أمجد بفترة عصيبة بسبب تصرف غير مسؤول سنوات خلت لمدرب مغربي ومسير كاد أن يعصفن بحلمه بتمثيل المغرب. ولعب أمجد الذي تكون في فريق تولوز الفرنسي في جميع الفئات السنية للمنتخب المغربي، بل شارك في كأس العالم. ويعد استدعاء أمجد من أب مغربي وأم جزائرية للمنتخب المغربي ضربة معلم في ظل التنافس الشديد عليه من قبل فرنسا والجزائر.